كانافارو ولا نيستا؟ كارنافارو ولا نيستا؟ اه لا نيستا. سعد سمير ولا سعد الصغير؟ سعد الصغير. عندك اسماعيليه ولا ريو دي جانيرو؟ ريو دي جانيرو طبعا. ريو دي جانيرو. اسماعيليه ماليش يعني. دعوه بقى. كان ساعتها طبعا بقى كان جو الجامعات بقى انت تقعد بالجيتار وبتاع كان موجود. تليفوني رن طيب قول لي، طب اكتر لاعب تمام انت كرهته في حياتك؟ ميسي بجد؟ هو قولا واحدا كده ميسي. صباح الفل ميسي عم الكل. على تمام ماترازي مثلا؟ لا ده ماتراتزي ده ما يتصنفش لعيب يعني لا ولا تحبوش عشان هو جامد قوي فانت كل مره بتقابلوه بيه، فاهم؟ يعني اني سبب. يوم جديد كله حياة شمس مش عارف ايه ديت كانت اغنية الامير عيد على ما اتذكر. انا رايح دلوقتي ان اصور مع ضيف، يعني الضيف دوت دماغه مش فيه، دماغه كده على الله على الله ان شاء الله حرفيا، بس هو كوميدي وعسل وانا بحبه بصراحة، فاتمنى ان هي تكون فن ليه كده. فبس ايا كان يلا بقى اشوفكم. عمر بوكش يا جماعة، قول لي بقى انت كنت في مدرسة ايه وانت صغير؟ نبدأ كده استفتاحية حلوة. منار خاصه للغات. برضو؟ وانت برضو. كنت مع محمد خالد؟ ما كنت انا وهو بقى. انا مش عايز الافيه يتكرر صح، بس انا كنت في السعوديه برضه. كنت في السعوديه، شوت اوت للسعوديه واللي منها، كانت اصلا جنب زريبه. ايوه. والله ما جنب. ما المشكله مدرسه المناره دي كانت جنب مدرسه الفاروق، يعني هي بالظبط شارع، بس هو كان اسمه اسمها شارع المنار صح؟ المناره. وبصراحه كنت ما بحبش الدراسه. وانا والله العظيم يعني كنت بقى في الحكومه عشان الجو ده ابتديت سهل كنت أوي. بصراحه. وانا برضه بصراحه نفس الكلام. يا رب الست الوالده ما تشوفش الكلام ده. انا الحمد لله انا اهلي اصلا ما اعتقدش ان هم بيشوفوا حاجه فغالبا يعني. طب احكي لي عموما عن قصه حبك انت ومراتك، عرفتها ازاي؟ والله. وقعدتوا مع بعض قد ايه، فاهم؟ اللي هو الكلام لحد ما تعارف خدتوا يعني خطوة. والله بص، اول قصه حب فعلا يعني حبيتها كانت هي مراتي. قبل كده مش هقول لك مثلا مش كان حب، انت عجب عارف ممكن. اللي هو انت الواحد بقى في فتره اللي هو المراهقه دي ممكن تمشي بقى واحده تشوفها تعجب بيها يعني، فاهم انت. في عندي واحد صاحبي كان بيقول لي حط بقى تيت هنا والنبي عشان اي حاجه لا ده مش اعجاب. طيب قول لي بقى كده، اول فيلم شفته في السينما كان ايه؟ ليمبي ومافيا كانوا مع بعض الاثنين في نفس الحفله. طب فاكر اي مثلا ذكرى او حاجه، يعني السينما ساعتها كانت عامله ازاي؟ الناس عجبهم الفيلم، فاهم؟ والله السينما ساعتها كانت رخيصه جدا بصراحه. كانت بكام فاكر؟ كانت تقريبا ب 3 جنيه الحفله او ب 5 جنيه. بتهزر. والله، وهي حفله بتاخد فيها فيلمين. بس انا كنتش يعني انا مش هكذب عليك، انا مش من اللي هو يعني بحب السيما. اول حفله دي مع والدي ووالدتي، وبعد كده بطلت لما ابتديت بقى ايه اخرج لوحدي مع اصحابي سنه 2005 2004 حاجه زي كده. كان ساعتها طبعا بقى كان جو الجامعات بقى انت تقعد بالجيتار وبتاع كان موجود. تليفوني رن ما كانش فيه سوشيال ميديا لا والله مش للدرجات دي. بجد؟ انا شفت جو الجامعات ده بالجيتار والكلام ده لا، لما دخلت الجامعه طبعا كان في واحد تلاقي مثلا قال كده ايه اللي هي بتفرد شعرها، تعمل لك شعرها على جنب كده، تقعد مع تفرد بنات. تقعد بقى تغني لك وما اعرفش ايه تليفوني بالجيتار. لا مش تليفوني رن، بس تقعد تعزف أيوة. بقى يعملوا جو يعني. فاهم. ومحدش كان بيعجب بيهم في الاخر. انت شخص اللي انا اعرفه ان انت ليك في الكوره وكده، جدا. بتشجع حاجه في مصر؟ انت قلت لي قبل كده ايه؟ لا انا من اسماعيليه بس مش طبعا هتتاخد عليا ان هو انا اسماعيليه ازاي وما تشجعش اسماعيلي، بس انا مش مشجع الاسماعيلي بصراحه. بيني وبينك انا بحب اتفرج على الزمالك برضو مش تشجيع، بس ممكن لو في لحد ماتش الآن الزمالك ولا لحد كان دلوقتي بجد؟ سبحان الله يعني. انت بتشجع مين طب في اوروبا؟ فريق القلب طبعا يوفنتوس. مشجع متعصب ولا متعصب جدا. بس ده جايب مخصوص لا يا جدع. تيشيرت اليوفي. احتراما وتقديرا انت- سيدة العجوزه طب كده المايك دي فكرة. بتتكلم ايطالي ها؟ مش هكذب عليك يعني انا دلوقتي لما اجي اتكلم بخلطه بالانجليزي، انا ولا بتكلم عربي ولا ايطالي ولا انجليزي، شويه بتتكلم بالحب. بالحب بالظبط. طب ذكرى عمرك ما تنساها مع اليوفي، حلوه او وحشه؟ كل النهايات اللي احنا خسرناها. داخل نهائي اتفرج عليه وانا في مصر، كان النهائي بتاع ريال بتاع مدريد مدريد اللي هو بتاع كريستيانو وبتاع مانزوكيتش لما حط الدبل كيك في نافاس. كارفاخال خطيرة يا رونالدو. طب انت الناس اللي شايفه ان صفقه سي ار 7 كريستيانو ده العيش هل نجحت ده. ولا فشلت؟ ده الافضل في التاريخ. هل تعلم من هو عمه؟ هو ليس أخ أبوه بل هو ليونيل ميسي. طب نجحت ولا فشلت مع اليوفي؟ مش هقدر بس اقول في لك ناس ان هي كتير فشل. قوي بتقول انها فشلت.
كريستيانو ملوش دعوه، يعني اللي فاهم كوره واللي بيفهم كوره كريستيانو ملوش دعوه طب كان ايه السبب بتاع ساعتها؟ يعني اللي هو اللي كان جايبه اصل انا شايف صراحه ان كريستيانو عمل كل حاجه في مش جاب هي لكم الفرق. سنتين وثلاثه 100 جول كريستيانو مش هو السبب الهبوط اللي هو اليوفي وصل له فيه الفتره دي وتراجع النتائج والحوارات دي. كريستيانو ملوش دعوه. كريستيانو جه كانت الدنيا كانت ماشيه، اخدنا دوري بيه اول موسم. بس الدوري انتوا كنتوا ساعتها بتاخدوا دوري كل ما سنه. كنا بناخد دوري. أيوة. هو اخد دوري تقريبا ده مش معانا. انجاز يعني. لا مش انجاز، هو اخد دوري وكنا احنا مش هكذب عليك كنا جايبينه عشان دوري الابطال بالظبط، ما دي يخلص الفكرة. دوري الابطال. بالظبط، ما دي الفكره. وهو فعلا في اول موسم كنا هنطلع من اتلتيكو لو أتلتيكو راح تفتكر جاب هاتريك هو. وجاب هاتريك في ماتش العوده. فكريستيانو مش حوار اللي هو عمل صفقه حركة بتاعت بايظه. سيميوني. هو طبعا مرتبه كان عالي والاداره دخلت في مشاكل ومش عارف ايه، بس هي الاداره كان عندها مشاكل من اول. طب انت كنت شايف ان هم يعني عندكم في الاداره انت كان يستحق ان انت تحط 100 مليون في لعيب كان كسر ال 30، كان عنده بتاع 34 ولا طبعا 33 انت سنه. بتتكلم عن كريستيانو. طيب قول لي، طب اكتر لاعب تمام انت كرهته في حياتك؟ ميسي بجد؟ هو قولا واحدا كده ميسي. صباح الفل ميسي عم الكل. بتهزر واحد ليه؟ واحد ما هو ما يختلفش عليه كموهبه، بس انا بكرهه. ليه بقى؟ ما بحبوش يعني. بتحبوش كايه؟ ما بحبوش بحس كشخصيه ولا تحبوش عشان هو جامد قوي فانت كل مره بتقابلوه بيه، فاهم؟ يعني اني سبب. لا هو جامد، ما في طبعا ما اقدرش اتكلم عن ميسي، موهبه وجامد وكل حاجه، بس انا ما بحبوش بكرهه. انت ثانيه، انت بتكرهه على تمام ماترازي مثلا؟ لا ده ماتراتزي ده ما يتصنفش لعيب يعني لا ما يتصنفش لعيب. ده لعيب انتريستا ما يتصنفش. لا يا ابني، ما في انت الحته يعني دي. لا اصل انت في لعيب، اصل انت في ناس يعني في ناس على السوشيال ميديا بشوفها بتقول لك يعني في واحد يعني بدون داعي اسماء مشهور جدا معلق بيشجع انتر ميلان بيقول لك ماترازي ده اكتر لعيب بيحبه في التاريخ. فاهم يعني؟ فانت في ناس شايفاه كده، فعشان كده بقول لك ده انت ميسي بتكرهه على ماترازي مثلا بجد؟ والله الدرجه دي؟ طيب اكتر لاعب شايفه طب اوفر ريتد اللي هو ايه يا جدعان، انتوا مدينه هايب على ما فيش الفتره دي ولا زمان؟ اي فتره. خلينا ناخدهم بالترتيب. باتو مثلا هو كان مهاجم حلو كويس. مشكله باتو ان هو كان مزاجي. عارف اوفر ريتد بقى مين؟ انا رايس. انا بالنسبه لي رايس. انا بالمر. بجد بالمر. خد يا بسلم على والله بالمر ده والله العظيم من ساعه السيتي كان كده بالظهر ما لعبش في السيتي. لما راح تشيلسي وقلب الدنيا والله العظيم انا قلت ده وان سيزون وان والله ما هيعمل حاجه تانية. اي واحد انجليزي تاخده منه موسم 2 عمره ما حد انجليزي هديك الاستمراريه، واصلا خصوصا في العصر ده. طيب طبعا الميديا هنا في انجلترا كانوا عاملين مقارنات تمام في سكاي سبورتس، يعني قالوا لك احنا عندنا تمام 11 واحد هيبدا من الدوري الانجليزي. هتحط مين على الرايت وينج؟ بقى تتكلم على الفترتين اللي صلاح فيها دلوقتي. تحطه في اعظم تشكيله في الدوري الانجليزي. المكان ده محتاج حد. لما كان هو ده وده والاثنين تمام عاملين فورمه، والاثنين عاملين ليجاسي. ماشي. فتره كريستيانو لما كان في البريمير ليج في مانشستر يونايتد، فتره صلاح دلوقتي. احط صلاح على كريستيانو. طب فان دايك، طب انت شايفه ايه؟ فان دايك هو حظه بس ان هو على الساحه دلوقتي مفيش مدافعين تقال. طبعا اوفر ريتد على اللي هو لو نفخوه زي المنفوخ دلوقتي هيبقى اوفر ريتد. يعني انت هتخش في مقارنه مثلا لو فان دايك ولا تيري؟ فان دايك ولا تيري؟ لا فان دايك. هسألك بقى ايه حبة حاجات عبثية تمام. كانافارو ولا نيستا؟ كانافارو ولا نيستا؟ لا نيستا على كانافارو. ومالديني على الاثنين. مالديني طبعا لا، مالديني في ليفل تاني يعني فاهم. بس نيستا على كانافارو كان يعني اشرس منه في الدفاع. ديل بيرو ولا بوفون؟ لا ديل بيرو. هما الاثنين في القلب بس ديل بيرو. انزاجي ولا تيفيز؟ لا انتوا سبتوه عشان ديل بيرو كان يعني ما كانش بيحبه كده. عندك كليني ولا فيرديناند؟ اقول لك حاجه، انا كليني. سعد سمير ولا سعد الصغير؟ سعد الصغير. طب شاي ولا قهوه؟ قهوه. عندك اسماعيليه ولا ريو دي جانيرو؟ ريو دي جانيرو طبعا. ريو دي جانيرو. اسماعيليه يعني. طيب عمرو دياب ولا عمرو زكي؟ سؤال برضو صعب تصدق. عمرو زكي. على عمرو دياب. على عمرو دياب. محمد منير ولا محمد منيب لو عارفه؟ لا محمد منيب طبعا. بجد؟ سلم على اسطورتي ده اسطورتي. طيب حمو بيكا ولا عصام صوصه؟ حمو بيكا. انت اللي عندك خيار تجيب جول في الدقيقه 90 ولا تجيب هاتريك في نفس الماتش؟ ما اجيبش جون كتير. في سيناريو ده؟ لا 90 طبعا. بجد؟ 90 اكسب فرقه. طبعا اكسب فرقه طبعا من الدقيقه 90. لو انت عندك اوبشن ان انت تشوف نهائي كاس العالم من الملعب ولا تشوف اليوفي بتكسب تشامبيونز ليج؟ اليوفي تكسب تشامبيونز ليج. صح؟ تعبنا والله. جورجينا ولا ياسمين صبري؟ ياسمين صبري. والله العظيم انت راجل بتفهم، والله راجل بتفهم. والله ياسمين صبري. بس احنا كده خلصنا. حلو الموضوع. جميل بجد حلو جدا. زيع يا باشا. زيع يا باشا. امان يعني.
فظيع. قشطة يا جدعان، اتمنى فيديو يكون في اللذيذ منه ويكون قصير برضو الحمد لله. فبس حبيبي كابتن بوكش، حبيبي كل سنه وانت والله. طيب يا كابتن جو. انت طيب. اتمنى حلقة تكون عجبتكم، خفيفة. بس بقى اللايك الحلو لايك وشير والشير وسبسكرايب، والسبسكرايب الاحلى واحلى. عايزينها توصل ان شاء الله يعني 200 فيو انا هبقى راضي. نفس ان نفس شاء كل الله. حلقة. العدد مفتوح، مش عدد هنقول مفتوح؟ 200، عدد مفتوح. يلا اقعدوا بالعافية، سلام.